السلام عليكم الخوت والخواتات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير وبالف خير. قبل ما نبدا الفيديو ديالي نقول لكم شكرا لكم بزاف 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 على لي كومونتيرات الزوينه ديالكم وعلى البارطاج ديالكم وعلى اللايكات ديالكم. وبالنسبه للناس اللي دخلوا جداد، مرحبا بكم والف الف مليون الف مرحبا. اليوم فيديو جديد، اليوم مع شي حاجه جديده. موضوع اللي خصنا دائما نبقاو نهضروا عليه. بعدا اول حاجه قبل ما نبداو كنقول لكم كيفاش غادي مع الصلاه ديالكم، كيفاش غادي مع القيام ديالكم، مع الصوم ديالكم. الله يتقبل لينا ويتقبل لكم كفاء اجمعين. اليوم الجمعه، جمعه مباركه. كي جيت من الجامعه قلت ندير معكم هذا الفيديو هذا دائما تنهضر على الرزق. وكنهضر على المستقبل، على بزاف ديال الناس اللي كيخافوا من المستقبل، بزاف الناس كيخافوا من الفقر، بزاف الناس كيخافوا من قله الشيء، بزاف الناس كيتشكاو من هذا الشيء. يعني كلشي تقريبا دابا ولا كيقول لك وانا خصني نشوف المستقبل، خاصني نشوف المستقبل ديالنا، وخصني فهمتوني؟ يعني الانسان تيخاف، تيقول لك انا ما عنديش وانا هادي. ولكن شوفوا، الله هو الرزاق. خصكم تعرفوها بهذه القضيه، بان الله هو الرزاق، هو العليم، هو القدير، هو كل شيء. يعني في هذا الشهر المبارك الانسان خصو يتبع الصلاه ديالو، ويتبع القيام ديالو والعبادات ديالو، وما ينساش الناس اللي ما قراوش القران في هذا رمضان. يحاولوا في العشر الاواخر يجتهدوا فيه، يحاولوا في العشر الاواخر يجتهدوا ويقراو المصحف ديالهم ويشدوا يقراو. علاش ما قديتي يعني ما تقولش لا ما غاديش. علاش ما قديتي؟ خذي واحد نص ساعه في النهار ديالك، نص ساعه في الصباح ونص ساعه في العشيه، ما كاملاش، وقرا فيها ما تيسر من كتاب الله العزيز. وقسما بالله راه تحس بواحد الراحه نفسيه كبيره كبيره والله. وحاول الانسان اللي ما تيقدرش يحاول ينوض قبل الفجر بواحد شويه ويصلي ليه واحد الركعات، واخا غير 4 ركعات، غير 4 ركعات، ويصلي الفجر ديالو. راه خير من عند الله عز وجل، ويطلب الله في ديك الوقيته، وربي راه كيستجيب الدعاء. والله يجعلنا من الناس اللي نلاقيو ليله القدر. الناس اللي لاقيو ليله القدر الله يجعلنا كاملين منهم ان شاء الله. قبل ما نمشيو ونهضروا على الموضوع ديالنا، نخليكم مع هذا المقطع ديال هذا الشيخ هذا، وتسمعوا مزيان وشنو تيقول، وتمعنوا لان حنا غاديين في واحد الضلال كبير. تمعنوا مزيان، تصنتوا مزيان، تمعنوا. يلا بقاو معايا. صلى الله عليه واله وسلم: والله ما الفقر اخشى عليكم. واش درك حنا مناش تنخافوا حنا؟ الشيطان يعدكم الفقر، وحنا والله ما تنخافوا الا من الفقر. واش كاينه ولا العنس؟ والله الا دايرنا القوق. حتى وليتي كتسمع عند المسلمين شي مصطلحات وعيب اللي تيامن بالله تعالى ربا رزاقا، ماشي غير رازقا، رزاقا، وجات بصيغه المبالغه: ان الله هو الرزاق، بل جاءت في اكثر من ايه وهو خير الرازقين. وتلقى الناس يهضروا على المستقبل. واش عرفتوا شنو المستقبل يا اخوان؟ هو فريق في الجنه وفريق في السعير. فريق في الجنه، هذا هو المستقبل ديال اي واحد. اما هنا واما هنا، جعلني الله واياكم من اهل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول لنا، والله وتيحلف النبي صلى الله عليه وسلم، داك الشيء اللي خايف علينا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي حنا تنقلبوا عليه وتنتجروا عليه وتنتنافسوا فيه. والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تنافسوها كما تنافسوها اي من قبلنا، فتهلككم كما اهلكتهم. وتصور انني انا تنخاف من شي حاجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما خايفش عليا منها، وانا تنتشبت بشي حاجه اللي خايف عليا النبي. انا حارس على واحد الحاجه اللي النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليا منها. والمشكل ماشي هادشي الحالات، لا، ولا ظاهره، ولا هو حقيقتنا. كنا خايفين من الفقر، كنا تنقلبوا نامنوا مستقبلنا، والمستقبل يقدر غدا تكون تحت التراب. وما تدري نفس باي ارض. انا رجعت معكم الخوتات. شوفوا واحد خويتي حتى لقيتو هنا نيت في الدار هذه في واحد اللعيبه. قلت والله غنديرو في يديا حتى هي بان مولاه. هادشي اللي قلت معاهم. بقيت انا والدري هنايا، واحد الدري كاين معنا في واحد البيت هنايا مسافر، والدري الاخر حتى هو باقي ما جاش. بقينا غير حنا بجوج حنا اللي باقيين في هذا البيت. بقينا حنا بجوج صافي. كنقادو فطورنا انا وياه، يعني مره هو ومره انا اللي تنطيب، انا اللي تنقاد، يعني هو ما تيعرفش. تيخلي الباي ديالو نبا، ما عنديش انا، هو كيديباني وما عندوش هو، انا تنديباني. وهذا الوقت يعني كديباني بشويه بشويه، والحمد لله على كل حال. يعني الانسان كما تيقولوا الناس القدام، تيقول لك رزق الجوف يبات فيها. الحمد لله على كل حال. ربي كبير والله، الا ربي كبير قسما بالله. ما عليناش. كما شفتوا الفيديو وشفتوا الشيخ شنو تيقول وسمعتوا الرسول عليه الصلاه والسلام شنو تيقول، يعني الانسان ما عمره يخاف من الفقر، ما عمره يخاف من الرزق، وما يشوفش المستقبل.
لان المستقبل كيعلم به الله عز وجل. ديما تنقولها لكم، تنقول لك الانسان ما ضامنش راسو من هنا لغدا. الانسان ما ضامنش راسي انا واش غادي نوصل للفطور دابا ولا ما غنوصلوش، غنلحق الفطور ولا لا. نقدر نبقى بارك حتى يدينوا الامانه امانته. كاين اللي كيكون غير السجن كيجيو ينوضوه كيلقاو مول الامانه دا امانته. يعني الانسان ما يبقاش يفكر بزاف كما قالها، ما نقولش شكون هو داك الشيخ. يمكن واحد الشيخ، يمكن هذاك اللي كيكون واحد الشيخ فهمتي ليا سميتو، قال لك عيش نهار بنهارك. يمكن حتى ياسين العمري الله يجازيه بخير حتى هو كان كيقول لك عيش نهار بنهارك. يعني الانسان يعيش داك النهار اللي فيه هو، ما يقلبش شنو غيدير غدا، حيت غدا كيعلم به الله عز وجل. الله هو اللي كيعلم شنو غيطرى لك غدا وشنو يوقع لك غدا وشنو بزاف د الحوايج. يعني الانسان يعيش هذاك النهار ديالو ويعيش وليداتو معاه ويصرف على وليداتو، ما يبقاش يقلب بان انا غندير، لا غادي ندير، خصني نجمع وخصني ندير، وكيتقاتل. الناس راه تقاتلوا وداروا الديون وفي الاخر ما لحقوهمش. قبل ما يدخل ديك الدار الجديده كتلقاه كيقولوا الله يرحم مسكين، ما شافاش كاع كيديرها، ما سكنش فيها حتى نهار. وعلاش الانسان ما يعيش ويعبد الله ويتقي الله؟ الا عبدتي الله واتقيتي الله ودرتي الايمان ديالك القوي بالله الله عز وجل تيقول لك احسنوا الظن بي. راه خصنا نحسنوا الظن بالله عز وجل، لان ربي قسما بالله الا شوف وحق الذي لا اله الا هو وحنا صايمين، راه الله راه ما كيديرش لنا شي حاجه خايبه. اي حاجه كتجينا الا وفيها خير لينا. يعني الانسان ما يبقاش غلط وعرفتي انا مالي وانا مريض وانا ما عرفتش وقع ليا وانا عمرك تقول بحال هكذاك، لان ديك هي هضره خاويه. الله ما كيبتاليك الا وكيبغيك وكيبغي يجربك ويشوف واش فينا الصابرين، كيشوفك واش من الناس الصابرين. تخيلوا الله عز وجل، الملائكه كيقولوا الله عز وجل يا رب راه العبد ديالك كيطلب كيدعيك كيدعي يوميا، كيدعيك باش تشافيه او تعطيه الرزق. اكثر اللي كيكون مسكين فيه واحد كيكون مثالي كيقولوا ليه يا رب راه العبد ديالك كيطلبك وتيدعي يوميا، كيدعيك ليلا ونهارا باش تعفو عليه من هذا الضيق اللي فيه ولا من هذا الكرب اللي فيه ولا من هذا الابتلاء اللي فيه. تيقول لهم الله عز وجل خليوني نسمع الصوت ديالو، خليوني نسمع الصوت ديال عبدي، لانني بحال كيقول لك توحشت الصوت ديال عبدي، توحشت نسمع. الله عز وجل كيبغي يسمعنا، الله عز وجل كيبغي يسمعنا كندعيو، كيبغي يسمعنا كنبكيو وكندعيو من القلب ديالنا، ماشي كندعيو غير الخاوي، كندعيو من القلب ديالنا، لان الله عز وجل كيعلم ما في القلوب. الله كيقول لك وفي قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. يعني الانسان دائما يبغي الخير حتى لخوه، والله قسما بالله شوف بغي لخوك الخير. كاين كيقول لك انا راه واحد ضرني ودار لي وفعل لي وترك لي والله يجي ما نسمح ليه ولا لا، بالعكس. شوف الانسان التسامح، الله هو اللي كيسامح. انسان تسامحوا، راه شهر الغفران هذا. يعني اي واحد اذاك طلب الله يسامح ليه وما تحقدش، ما تكونش قلبك كحل، ما تحقدش على الناس، عمرك تحقد على الناس، لان الا حقدتي على الناس راه الله كيغضب عليك في هذيك اللحظه، كيغضب عليك الله عز وجل. الله كيبغي الناس اللي يكونوا متسامحين. تخيل معايا كتكون انت تسامح الناس كتجي كتحط راسك على المخده وكتنعس عادي، ما كتبقاش تفكر ناري داك السيد راه حقدت عليه درت ليه، لا بالعكس تسامح واخا يكون اذاك باش ما كاين بالسحر ولا باي حاجه، الله اللي كيجازيه. انت سامح واخا كيكون اذاك في صحتك. ولكن شوف واحد الحاجه قسما بالله والذي لا اله الا هو، شوفوا راه الله عز وجل الا ما بغاش يضرك بداك الشيء راه ما عمرو غيضرك، ولكن داك الشيء راه باذن ديال الله عز وجل. الانسان ما عنده ما يدير لك. شوفوا لا هذيك ولا شي حاجه، داك الشيء راه باذن ديال الله. الله اللي كيبغي يمتحنك في هذيك اللحظه، كيبغي يشوفك واش غتصبر على داك الكرب، واش غتصبر على داك المرض، واش غتصبر على بزاف ديال الحوايج. فاش كتصبر الله عز وجل كيجازيك. فهمتوا ولا لا؟ يعني الانسان علاش نبقى نصدع راسي بزاف ونقول وعلاش انايا فقير؟ لا بالعكس، الرسول عليه الصلاه والسلام كان فقير. الرسول عليه الصلاه والسلام كان فقير. وشوف شنو قال: ولا اخشى عليكم الا من الفقر. وحنا شنو كنخافوا من الفقر.
علاش نخاف من الفقر؟ وربي هو الرزاق. علاش نخاف من الفقر؟ علاش؟ قسما بالله شوفوا، بعض المرات كنكون ما عنديش درهم ما كتكونش في جيبي، نقدر نبقى غادي نهار كامل ما عندي حتى حاجه. حتى كيعيط ليا شي واحد، فين السيمو؟ حنا خويا اش كدير؟ راني بارك هنايا. واش ضرب واحد البريكول؟ مرحبا يلا نمشي نضرب البريك. دابا هادشي دابا قسما بالله. وانتم تشوفوا واحد الفيديو غنديرو لكم غتقولوا لي برافو عليك. غنديرو واحد البلاصه ان شاء الله غنمشي نخدم فيها في هذا الويكاند هذا. نهار الحد كنت غنمشي الجمعه وقال لي السيد خليت الحد باش نكون معكم ونوريكم شنو غدير. ونمشيو ونخدمو انا والدري صاحبي نيت، مع الدري صاحبي. قلت ليه نمشيو نخدمو فيها ماشي مشكل. قلت ليه جا داك السيد الله يعمر دار نمشيو نخدمو عنده تما كاينه هانيه ماشي مشكل وندبرو على راسنا. قال لي صافي. وغادي تشوفوا يعني الانسان ما كيبغيش ترفض اي حاجه جاتك خاصك تخدم. يعني انسان كتكون هضره رزق. شوف دابا عيط عليك الرزق ديالك، عيط عليك هو حتى واخا حتى لحد كتقول الحمد لله. واخا بعد المرات تكون عندك باش تقضي تيقول لك السيد حتى السيمانه الجايه وغادي يكون واحد البريكول ونديك معانا. تنقول ماشي مشكل لان هذاك هو الرزق ديالي. كان الرزق ديالي غيجيني في ديك السيمانه يقدر يعيط عليا واحد اخر يقدر ما يعيطش. كتقول الحمد لله. واخا كاين اللي بزاف يقول لي لا راه خصك تكون خدام رسمي وخاصك كذا. نتوما عارفين بان المغرب هادشي اللي ولا فيه باك صاحبي ولا فيه الفلوس خاصك تخلص باش تخدم. انا شوف قسما بالله لان انا وقعت لي تيقول لي انا نعطيني تنقول لي نخدم ونعطيك. انا نخدم والصالير واحد قليل. قلت لواحد قلت لي شوف الصالير ديالي قلت لي الاولاني قلت لي نقسمو معاك. قال لي هو عطيني 1000 درهم. قلت لي انا الصالير قال لي هو تخدم ب 3500 ولا ما قال لي 4000 درهم. قلت لي انا نقسم معاك هذاك الصالير. قلت لي ماشي 1000 درهم. قلت لي انا نقسم معاك. قال لي كان 4000 درهم. قلت لي نعطيك 2000 درهم. قلت لي ولكن نخدم هو قال لي لا خصك تعطيني هو الاولاني. قال لي باش ضمنتك. قلت لي ما بغيتي نضمنك. قلت لي انا راه ما عنديش دابا هذا هو المشكل. ماشي اول واحد ماشي هو. انا نصبات عليه 300 درهم على قبل الخدمه وديك السيده تنعرفها وتنعرف خوتها وكل شيء. وكنقول ماشي مشكل صافي خليها الله يسامح ليها. داتها واخا انا محتاجه تنقول ماشي مشكل. كتقول لي والله خويا راه عطيتها ليهم وراني تنقول خليها. وما بغيتش ندخل خوتها لان انا مشيت قلت لخوتها غينوضوا ليها. عارف انا اكثر واحد الصغير عزيز عليه غينوض غيصب منها مزيان ولا غيضربها انا عارف. وقلت صافي انا بيني وبينها خليها الله يسهل عليها. بداتها كانت الحسن النيه ديالها بانها راه كانت باغا تشوف لي الخدمه وعطاتها لشي حد وداها ليها وهي ما قدرتش تقول الله يسمح ليها. كانت بالعاني دايراها وتنصب بهذه القضيه هذا راه منها الله. انا الله يسمح ليها والله حتى الله يسمح ليها من قلب خالص كاع ما غادي نحقد عليها ولا لان ماشي رزقي هذيك ماشي من الرزق ديالي. واخا هي كانت في جيبي ولكن ماشي من الرزق ديالي. هذيك كنعطيها لي واحد الدري مسكين وحق الله العظيم سلفها ليا ولكن الحمد لله رديتها ليه. باقينا شي وحدين. هذا هو الفضل ديال الله عز وجل. يعني الانسان يدير الثقه ديالو في الله عز وجل وربي والله حتى كيجعل المخرج. قسما بالله الا ربي كيجعل المخرج. تخيلوا راه واحد كنعيط عليه من طنجه وكنت باغي نمشي عنده ولكن فاش قال لي خصك تجي تعطيني الفلوس وغادي تخدم قلت له ما يمكنش. قلت له انا يلاه نجي خصني نشوف نقلب فينا نبراك ونقلب فينا ندير وما يمكنش ليا. قلت له نعطيك حتى واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم وما نخدمش ونقول ما نلقاش ثمن ناكل. ويقول لي لا خويا. قلت له نخدم ونعطيك. قلت له نخدم ونعطيك. قلت له يلاه نقدر ندبرها باش نكري دابا ولكن غالب الله الحمد لله على كل حال. يعني كنقول لكم شوفوا انا علاش نقول لكم هكا لان كنمر من بزاف ديال التجارب وما كيكون عندي والو ربي كيجيب لي الرزق. يعني ما عمرك كنقول الحمد لله. كنت ما تنقول ربي غيجيب لي رزقي ربي غيجيب لي رزقي. كنتوكل على الله وكنمشي وربي غيجيب. واحد الحاجه الانسان دائما التوكل على الله عز وجل. تخرج من الباب ديال الدار ديالك قول توكلت على الله ونعم الوكيل وربي والله حتى كيجيب لك الرزق حتى لعندك. ونقول لكم واحد الكلمه هذه بقاو تقولوها بزاف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قسما بالله لا فيها خير كثير عند الله عز وجل. واستغفر الله وكثروا من الاستغفار في هذه العشر الاواخر وربي راه غادي يعطيكم ما تمنيتوا ان شاء الله. وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. فيديو يكون حتى هو زوين على واحد الموضوع زوين نهضروا فيه حتى هويا. كنت باغي هذا رمضان كامل نبقى فيه في المواضيع ولكن نتوما راكم عارفين الوقت ما كيقدش. خصك تمشي تراوح وخاصك هذه. وكنت كنمشي نبريكولي في البدايه ديال واحد السيمانه هي اللي كنت بريكوليت فيها ومن وراها بديت كنمشي مع الدراري. مشيت معاهم شي 3 ايام من هذا ولكن ما باش ليا هذيك اورانج ما باش ليا معاهم. هما دابا مولفين قلت لهم حتى لورا رمضان الا كانت شي حاجه نمشي نتحرك معاكم. ولكن انا قلت لهم دابا عطيوني نلصق لكم التيكيت حيت التيكيت غادي يخلصك فهمتيني غيخلصك ماشي غادي حتى كتبيع عاد كتخلص التيكيت كيخلصك. وقلت لي قال لي بلاتي خرج شي تيكيت ديك الساعه نشوفوا معاك.
قلت لي هو فيها خير، اي حاجه فيها خير، والحمد لله على كل حال. تنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوناش من اللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم والكومونتيرات الزوينه، واي موضوع بغيتوني نهضر فيه قولوها لي وخليها لي في الكومونتير وراني نديرو. راه كنبغي نخرج ندير معكم فلوغات في الطبيعه دابا وكثر مع الخضوره، ولكن راكم عارفين الوقت كيفاش داير. يلاه السلام عليكم.